يلا بقى تعالوا نشوفوا ازاي هنشوي سمكة الرنجة في فرن البوتاجاز العادي. فرن البوتاجاز في البيت احلى سمك هتاكلوه واحلى طعم واحلى ريحة هتشموها. بس عايزة اقول لكم حاجة، ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم السمك، وتكملوا معايا الفيديو للاخر، وتشتركوا في القناة لو بتشوفوني لأول مرة. وان شاء الله هتشوفوا كل التريكات وكل حاجة بالظبط هقولها لكم ازاي تشوي السمك من غير اي ريحة ومن غير اي حاجة خالص. يلا بينا. انا عندي بقى السمك اهوت، سمكة الرنجة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اهو. شوفوا عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. وعندي بقى الردة، ادي الردة بتاعتنا اهي، الردة الناعمة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ابدأ بقى ايه، اجيب بقى كل سمكة واحطها كده في الردة اهو زي ما انتوا شايفين اهو، يعني اغطيها كلها بالردة كده اهو. وطبعا اللي هنعملها هنرصوها بقى ايه في صينية تانية اهو كده. برضو نغطي كل كمية السمك بتاعنا كده بالردة. صدقوني كل يوم بعمل لكم وصفة، بعمل لكم فيديو عشان تنوعوا في الاكل، ما تكونوش محتارين تعملوا ايه. تابعوا فيديوهاتي ومش هتحتاروا في اكل اليوم ولا اكل بكرة ولا اكل بعده. هتلاقي كل يوم وصفة جديدة وكل يوم حركة جديدة وكل يوم تركة جديدة، هتعجبكم جدا جدا. ادي بقى كل كمية السمك بقى هبدأ اخلصها كده زي ما انتوا شفتم وحطيتها كده. هروح اعمل ايه بقى بعد كده؟ هروح اجيب اي صينية او اي صاج او اي حاجة مثلا عندك قديمة، يعني ايه ما بتستعملهاش، او لو اي حاجة موجودة عندك. هنحط بقى، انا جبت بقى الصاج اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، وبعدين هقوم حاطة فيه ايه شوية من الزيت، واقوم موزعة الزيت كده في الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي، وانزل بشوية من الردة كده. ابدأ برضو شوية من الردة كده على الزيت في الصينية بتاعتنا او الصاج. بصوا دي التريكات دي عشان السمك يطلع مستوي معاكي وما يلزقش في الصاج او الصينية بتاعتك، يبقى السمك طالع مظبوط كده وايه وجميل اهو. ابدأ بقى اجيب سمكية سمكية، ابدأ ارصها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما هرصها، هرص بقى السمكة جنب سمكة كده. بعد كده هروح اعمل ايه، هقوم مدخلاه فرن البوتاجاز بس الشوايه بس، مش اكتر من كده. احطه تحت الشوايه، اخلي الشبكه ايه في النص واشغل الشوايه عليه لحد ما يبدا ياخد لون من فوق. وبعد ما ياخد لون من فوق هقوم قلباه على الناحيه التانية عشان ياخد اللون بتاعه التاني، ونسيبوه يستوي بالراحه. وعبال بقى ما السمك بتاعنا يستوي في فرن البوتاجاز ويتشوي كده ويبقى تمام، وعشان تبقى احلى سمكة رنجة معانا، عندنا بقى البهارات الجميلة ديت، عندنا ليمون وعندنا توم وعندنا شطة وملح وكمون، وعندنا شوية من الجزر المبشور. هنزل بقى بيهم كده زي ما انتوا شايفينهم اهو، كل المكونات دي عشان نعمل التمليحة بتاعت السمك، وشوية ايه الليمون اللي احنا عصرينهم، عصير الليمون، واقلبهم شوية كده مع بعض. وكمان بقى ايه، السمك وصل اهوت. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شكله عامل ازاي. بصوا تحفة والله والله، ريحة مش عايزة اقول لكم تحفة جدا. ابدأ بقى اجيب التتبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها ديت ونحطها ايه على السمكية كده من فوق عشان تتشرب كده السمكية وتبقى ايه يعني ايه كويسة كده اهو. وبعد ما احط على الجزء اللي هو اللي قدامكم ده، هقلبها على الناحية التانية اهوت. وابدا بقى احط ايه برضو التتبيله برضو بتاعتنا او يعني الحاجات بتاعتنا اللي احنا عاملينها ديت، التمليحه الحلوه ديت احطها بقى ايه على السمك برضو الاتجاه التاني. وشوفوا السمك انا بقول لكم يعني، شوفوا طراوته طري جدا وجميل ومش ناشف وزي الفل خالص اهو. اهو شوفوا بسم الله ما شاء الله شكله جميل جدا. نجيبه بقى ونرصوه اهوت، اللهم بارك جميل. ما تنسوش بقى تعملوا اللايك لو وصلتوا معايا لكده، وايه وتكتبوا لي دعوة حلوة كده في التعليقات اهو.
شوفوا جميل جدا، شوفوا السمكة عاملة ازاي وما شاء الله. بصوا ولا لزقت في الصاج ولا لازقة في الصينية، بس ماشي بكل التركات دي وانتي هتعملي احلى سمك، ولا ريحة هتشميها للشوي ولا اي حاجة. بس بصراحة هي ريحة السمك نفسه زي ما بتعملي اي وصفة عندك في مطبخك او في الفرن، بتشمي ريحة الوصفة. فهي ريحته طالعة، ريحته جميلة جميلة جدا جدا، مش ريحة شوي نهائي اهو. طبعا بناخده بقى بتاع اللي هي التتبيله بتاعتنا بقى، والتمليحه اللي احنا عاملينها اللي واقعه بقى في الصاج او الصينيه، نحطها عليه، ما هي زي الفل. هنرميها؟ لا طبعا مش هنرميها يعني، وبتتاكل وبتبقى جميله جدا مع السمك اهو. بسم الله ما شاء الله. ادي السمك، شوفوا جماله، شوفوا بصوا، شوفوا لونه. بصوا سمك رائع بجد والله، مش هتندموا لو عملتوا سمكة الرنجة بالطريقة دي. جيبوا سمكة الرنجة وغيروا، مش كل يوم مثلا بوري كل يوم بولتي، لا نجيبوا سمكة الرنجة ودوقيها، ومش هتندمي لو عملت سمكة الرنجة دي بالطريقة دي. وان شاء الله هنزل لكم وصفات كتير، واللي عايز اي وصفة ممكن يكتب لي في التعليقات وتشاركوني ارائكم، وتقولوا لي مثلا لو في حاجة حابينها، او مثلا في حاجة في الفيديو مش عاجباكم ممكن تقولوا لي لا بلاش الحاجة دي، وانا والله هنفذ تعليماتكم بالظبط، بس يا ريت الاقي ايه في تفاعل. وعايزه اقول لكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك. وبشكر كل اللي بيتابعوني من الدول، يعني الدول الاخرى بجد، واتمنى ان هم يبقوا متواصلين معايا كده على طول. وبصراحه انتم يعني، انتوا يعني اقول لكم ايه، انتوا الجيش بتاعي، انتوا اللي هتخلوا القناه تكبر بيكم. وبجد انا نفسي القناه دي تتفاعل، يعني يعني يبقى فيها تفاعل جامد كده. ونفسي القناه يعني ايه تتفعل، ومش هتتفعل غير بيكم بوجودكم معايا. فاتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه وتشوفوا الفيديو للاخر، وتعملوا اللايكات عشان يوصلكم كل جديد عن قناتي، قناه مروه الحداد. واشوفكم الفيديو الجاي على خير.